محمد أشرف بيسأل: اشتريت عربية بتوكيل، التوكيل مكتوب فيه وهذا التوكيل ساري حتى انتهاء الرخصة في كذا، فينفع أسجل بالتوكيل دوت وأتعامل بيه ولا لأ؟ فبنقول عملية البيع والشراء إيجاب وقبول من الراجل البائع والمشتري. هو عرض عليك أو قال لك أعمل لك التوكيل بس هخلي التوكيل منتهي بنهاية الرخصة، تمام؟ حضرتك قبلت، ده إيجاب وقبول. يبقى لما تيجي تتعامل بالتوكيل مش هتعرف تتحرك، مش هتعرف تسجل في الشارع العقاري. طيب ايه المطلوب؟ المطلوب طالما التوكيل انتهى بنهاية الرخصة يبقى حضرتك لازم ترجع للمالك الاصلي اللي اشترط عليك الشرط دوت في التوكيل من البداية. يعمل لك ايه؟ يجيب لك بيانات للشارع العقاري، يعمل لك عقد بيع مسجل، او لو ما انتش عاوز تبيع باسمك هيجيب لك توكيل بيع للنفس والغير، ويخلي التوكيل مثلا بسنة او مفتوح على حسب الاتفاق ما بينكم. اهم حاجه الاتفاق ما بينكم. يبقى لازم ارجع للمالك الاصلي تاني يجيب لي بيانات شارع عقاري ويعمل لي عقد مسجل، تمام؟ وبنقول عاوز اشتري بعقد مسجل من البدايه وريح دماغك، وان الرخصه باسمك بحيث ما تحتاجش للراجل اللي هو البائع تاني. قدر الراجل مات توفاه الله، في مشاكل مع ورثته، مسجون محبوس، الكلام ده كله زي ما عمل لك كده التوكيل منتهي بنهايه الرخصه، فمعاك رخصه او معاك عربيه اشتريتها رخصتها ساريه، سجل لنفسك على طول. ايه المانع انك تسجل على طول؟ تمام.